مع العراق سابقا. أول اجتماع كان معه كان يتصور أنه راح يكون كأس تقليدي أسوة ببقية الكؤوس السابقة. فوجئ الحقيقة مفاجأة كبيرة بالمشروع، لأنه بالنسبة له بزنس شغل، الناس جاي ينبذون عنده مشروع، ولكن من شاف المشروع في آرت، في جانب آرت كبير، في جانب الخصوصية. بعد ما شرحت له أني عن فكرة الكاس، عن أهدافنا من الكاس، أنه نسوي شيء مختلف، شيء يكون له حضور أكثر من ما كونه كأس تقليدي. وقال لي في وقتها هذا شيء مختلف، وأول مرة الحقيقة يجيني شخص ينفذ الأشياء بيده يعني. Quando ho visto per la prima volta i progetti di Agmer sono rimasto molto impressionato dall'idea. Da una parte si vedeva che c'era una certa parentela con la Coppa del Mondo, che è il trofeo più importante da noi fatto, nella forma e nelle caratteristiche tecniche. Dall'altro si capiva che c'era uno studio approfondito del significato della Coppa. E questa è una cosa che capita raramente, perché spesso le coppe sono disegnate, belle, hanno un bel design, ma non hanno un significato profondo. E questa volta ho intuito che ci fosse qualcosa di profondo. التعامل مع الطين قد ما هي المادة بسيطة وناعمة ولكن صعبة. يعني أنا برأيي الطين أصعب من التعامل مع الحجر، أصعب من التعامل مع الحديد، لأنها تشكل الأشياء. فمن تعاملت مع الكتلة، مع كتلة الطين، السكيتش قدامي، بلشت أشتغل. هنا المشروع اختلف تماماً. مرحلة الطين طولت، هي كانت حوالي 75% من المشروع. المرحلة الطين اللي هي المفروض تكون الأسهل من ناحية عملية، ولكن من ناحية الكونسبت والفكرة كانت هي الأصعب. كثير من الفترات وصلت إلى مرحلة قلت خلاص المشروع، ولكن ألو. نعم الشيخ، أهلا، الحمد لله بخير. وصلتك الصور الشيخ. طيب الجزء الفوق إن شاء الله ولا يهمك. صار حوار بيني وبين سمو الشيخ جاسم انه شلون نقدر نعطي ايحاء ولو شيء بسيط جدا من الكأس السابق. فاقترحنا انه نختار شكل المبخره، ايحاء بسيط لشكل المبخره. شلون راح نوظفها؟ هنا انا بصراحه دخلت بمتاهه جديده. فكره الكأس قصد منها رتق الصدع الذي ألم بالبطولة بعد الشرخ الذي حصل بخروج العراق، فجاءت فكرة الكوفية العراقية إلى جانب الشماغ الخليجي لتجمع أجزاء الكأس إلى بعضه في جمع لشمل البطولة والعودة إلى المسار الطبيعي له. سمو الشيخ جاسم طلب أنه الجزء الأعلى تصير فيه خارطة الخليج العربي. الحقيقة كان طلب رائع جدا وجميل. أنا كنت من عملنا التصميم الأولي كانت أكو فكرة أنه نضيف إيحاء رمزي للجغرافية المنطقة، ولكن أن تدخل تفاصيل حدود دول الخليج بتفاصيلها الدقيقة كانت فكرة رائعة جدا. وهذا أول طلب أنه الجزء الفوق اللي هو الظاهر من اللؤلؤة أنه تصير خارطة الخليج العربي. أثناء العمل فكرت أنه شلون أقدر أدون اسم البطولة اللي هو بغض النظر إذا تغيرت من مكان إلى مكان تتغير فقط التواريخ، ولكن أنا حبيت أحفر من ضمن التصميم الأساسي للكأس اللي يبقى ثابت
اسم البطولة اللي هو كأس الخليج العربي. حاولت انه اقلد الخط التقليدي المزقرش، ما عجبتني الفكرة، عدة افكار. بعدين وصلت الى فكرة انه ليش ما اجيب طفل من ابناء الخليج اللي هم مستقبل البلد، مستقبل المنطقة، هو يكتب بعفويته. Quando ho conosciuto lo scultore ho visto che molto spesso, quasi ogni giorno, lui era in contatto giù col Qatar, faceva le fotografie di quello che stava nascendo e mandava per email i differenti stati di lavorazione. Era evidente che si trattava di un trofeo che aveva un'importanza non solo sportiva ma anche una importanza politica. Quali fossero dietro questo trofeo, questi significati, lo posso immaginare, però non mi sono permesso di approfondirli troppo, perché il mio compito era soprattutto di cercare di fare il massimo per avere un trofeo molto importante per lo scultore, per il Qatar e anche per noi. أحمد البحراني من خلال عمله اللي هو الكأس تحدى نفسه. كأس الخليج العربي تلاحظ به كثير صفات عربية، يعني يجوز هذا العمل الوحيد اللي أنا شفت بنوع من الاختلاف عن أعماله العادية، بخصوصية أنه تحدي كان إله أنه يرجع يسوي شيء بصفات عربية على عمل ارتفاعه 60 سنتيم. يجوز كثير من الناس يفكرون أنه عمل بسيط، بس الفكرة مالته كبيرة جدا، لأنه جمعت العادات العربية اللي كنا قبلها نفكر أنه لا يمكن ترجع تكون سوية، وهي عودة العراق إلى الوطن العربي والخليج العربي. حضرة الشيخ باختيار الفنان العراقي أحمد البحراني دليل على ذكاء هذا النوع من الناس، يعني اختيار هيك فنان حبا لأعماله وبغض النظر شنو تكون جنسيته. يعني كعراقي أنا بصراحة أحترم كثير هذا الشخص، وما هو إلا دليل على ذكائه، وما هو إلا دليل على حبه للعراق.